السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم مصطفى، تفضل. كان عندي سؤال حضرتك. أنا أشتغل إمام في أحد السجون الأمريكية، وعندنا مسلمين جدد ما شاء الله كل أسبوع، فعندهم مشكلة في إن هم يحفظوا سورة الفاتحة، التشهد وما إلى ذلك. مسلمون جدد في ف... السجن، يعني مساجين يعني ولا ايه؟ في السجن، في السجن. فهي الفكرة، هل الأفضل إن هم نقول لهم يقولوا التسبيح والتهليل والتكبير خلال الصلاة، ولا إني أطبع لهم ورقة ويمسكوها مثلا في الصلاة ويقولوا؟ لا، تطبع لهم ورقة لقراءة الفاتحة. نعم، جزاك الله خير. لكن هل هم مأمومون أو أئمة أو يصلون منفردين؟ لا، هم يعني بيكونوا تقريبا في أوائل العشرينات، لا وبيكونوا مأمومين، يعني طبعا ما يعني ما هم ما مش عارفين لغة عربية، هم أمريكان واللغة بتاعتهم اللغة قراءة الإنجليزية. الإمام لهم قراءة. طيب لو هم الإمام مش متاح في كل خلاص، الأوقات، الإمام ممكن الذي أنت ذكرته لا بأس به، أن يكون معهم ورقة مكتوبة يقرؤونها، هذا شيء حسن. نعم. وأنت معذرة، يعني سؤال عارض. نعم. بشرنا بالإسلام عندكم في أمريكا في هذه الأوساط، كيف حال؟ والله والله أنا أشتغل في سجن في 2000 مسجون، في مسلم جديد تقريبا كل يوم أو كل أسبوع، في مسلم بيأتي إلى صلاة الجمعة وينطق الشهادة أمام المصلين. لا يعني، آه عفوا، هذا من المساجين اللي عندكم. نعم، المساجين المسلمين عاملين شغل دعوي ما شاء الله تبارك الله، بيدعوا إلى الإسلام، وسبحان الله عندهم يعني طريقة، وعندهم أدب. ما شاء الله. فكل يوم جمعة بيكون موجود معايا 2 أو 3 يقول لك أريد أن أخذ الشهادة، ويأخذوا الشهادة أمام المساجين المسلمين قبل صلاة الجمعة. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. وأنا برجع لفتاوى حضرتك كثيرا 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 الله لما ينفع يكون بك. عندهم أسئلة، وبقول لهم هذا من الشيخ مصطفى العدوي أحد المشايخ في مصر، وبيأخذوا الفتاوى، بطبع لهم الفتاوى وبنشرها في السجن. جزاكم الله خيرا. نفع الله بك أينما كنت. جزاك جزاك الله الله خير. خيرا وجزاك الله مثله. دين الله والله ناصره، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.